السلام الله عليكم. حسب فوت ميركاتو يا إخوان، أي نادي كبير يحلم بتقديم خدمات رياض محرز، أحد أفضل لاعبي الجزائريين في كل العصور، يواصل أحداث الفوضى مع مانشستر سيتي على الأقل عندما يسمح له المدرب بيب جوارديولا بذلك. يعني متألق مع السيتي في أغلب المباريات. وراه يتكلم، راه تقول فوت ميركاتو أيضا أن بايرن ميونخ استعداد للعب الجزائري الدولي هذا الصيف. بحسب آخر معلوماتنا فإن العملاق الألماني، هذه أفريكا فوت يا إخوان، راهي تقول بحسب آخر معلوماتنا فإن العملاق الألماني سيخرج عن طريقه لتجنيد رياض محرز الصيف المقبل، خاصة أن صاني أيضا راح من السيتي إلى البايرن. يعتزم نادي المدرب توماس توخيل، أيضا توخيل يعرف مليح رياض محرز الجناح الأيمن الجزائري الذي دخل أكثر قليلا في تاريخ الدوري الممتاز، واللي هو 5 كؤوس وكأس مع ليستر سيتي للأسف اللي راهي هبطت، على رأس قائمة الأولويات منذ بداية فترة الانتقالات المقبلة. وبالحديث عن توخيل، وصل الألماني مؤخرا على رأس النادي البافاري ويعرف ملف رياض محرز جيدا كما يعني ذكرت لكم، وسيكون مدركا جيدا أن يعني راح أن رياض محرز راح يجلب إضافة كبيرة يعني إلى النادي البافاري. يا حلمي يا حلمي لو يروح رياض محرز للبايرن، نظرا لكونه لاعبا أو إلى نيوكاسل على الأقل. نظرا لكونه لاعبا مكتملا للغاية، يمكنه دائما تقديم خدمات ممتازة لعدة مواسم أخرى، إلا أن محرز يعني يعاني من أداء غير منتظم، وهذا بسبب ممكن خيارات بيب جوارديولا التكتيكية التي تشجع على البقاء على مقاعد البدلاء خلال المباريات الكبيرة جدا، كما كان في مباريات دوري أبطال أوروبا. هذه المرة ما شاركوش بزاف، حيث لعب اللاعب بالغ من العمر 32 عام بضع دقائق فقط في نهاية مباريات الإياب ضد ريال مدريد، وما لعبش كاع مع بايرن لا حتى ولا دقيقة. إذا أراد بايرن ميونخ يعني تأمين خدمات بطل إفريقيا 2019، فعليهم أولا إقناع مانشستر سيتي ببيعه، نظرا قال لك لشعبيته الكبيرة وموهبته الهائلة. سيتعين على قائد كرة القدم الألمانية دفع ما لا يقل 30 مليون يورو لبطل إنجلترا 5 مرات. وأيضا كان لاعب لوهافر السابق متعاقد مع سكاي بلوز في العام 2025. قال لك ثاني فيها ارتبطت يعني شائعات انتقاله إلى البي اس جي على صعيد المكافآت، وراح يتكلموا أيضا على أن مانشستر سيتي يعني راح يلعبوا المباراة ضد اليونايتد. مانيش عارفين إذا كان رياض محرز راح يلعب فيها في النهائي، وأيضا مباراة ضد انتر ميلان اللي راهو متألق بزاف 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 يا خوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعطونا رأيكم بالموضوع.